الآن مع المحاضرة الثالثة من هذه السلسلة: أسباب الأزمة التي تعاني منها الأمة وسبل الخروج منها، والتي تنظمها شعبتا الوسطية والاعتدال والإرشاد الإسلامي في مديرية الوقف السني، والتي يقدمها فضيلة المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل حفظه الله. كلنا شوق لسماع هذه المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم وله التوفيق، آمين اللهم آمين. وليبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أيها الشيوخ والأساتذة الكرام، إخوتي وأبنائي الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثالث في الحديث عن الأخطاء التي مارستها هذه الأمة بحق نفسها، فانتهى بها المطاف إلى ما تعانيه في اللحظات الراهنة. كنا قد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن الحلقة الأولى، تناولنا فيها غياب الوعي بقوانين الحركة التاريخية التي ترفع الأمم والجماعات والشعوب أو التي تنتكس بها إلى أسفل. ثم تحولنا في الخطأ الآخر الذي مارسته هذه الأمة بحق نفسها إلى غياب الوعي بمطالب اللحظة التاريخية، وانتقلنا بعدئذ إلى عدم الالتحام بالخطاب القرآني والنبوي، وجئنا إلى الخطأ الرابع، والخطأ كما يقول وزير خارجية نابليون بونابرت الداهية المعروف تاليرا، يقول إنه خطأ والخطأ أكبر من الجريمة، لأن الجريمة تنال أفراد معدودين محددين، إنما الجريمة تطال أمم بكاملها فتتبعها من الوريد إلى الوريد. ونحن مارسنا أخطاء كبيرة في عبر القرون الخمس الأخيرة من تاريخنا الحديث والمعاصر والسابق، ووصلنا إلى ما نحن فيه. فبالحقيقة اليوم راح نتحدث عما بدأنا به محاضرتنا في اللقاء السابق، قضية عدم تفعيل، وهو الخطأ الرابع، عدم تفعيل تعاملنا مع مثلث الفقه الحضاري. نحن الأمة الوسط التي وضعنا القرآن الكريم في مثلث يقودنا إلى الفاعلية الحضارية، أمة سخر لها هذا العالم أولا، وقد استخلفت عليه ثانيا لكي تبنيه وتعمره وتنميه ثالثا، بمنطوق الآية القرآنية الكريمة: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فنحن إذا قبالة مثلث وضعنا القرآن الكريم والسنة النبوية في صميم بنيته وتلاحمه. لو أحسننا التعامل مع هذا المثلث وشغلنا طاقاتنا كل حسب قدراته التي هيأها الله سبحانه وتعالى له، لفعلنا الأفاعيل. ولقد قدنا بهذا المثلث الحضاري التاريخ البشرية على مدى 3 أو 4 قرون، كنا سادة العالم فيها، وقدمنا حتى لتأسيسات الحضارة الغربية المعاصرة الكثير مما بنت عليه مفاهيمها ومعطياتها. قدمنا لها تقاليد الدراسة المختبرية الحسية التي تقوم على الفحص الأشياء بالمنظور السمعي والبصري. وكما يقول كبار مؤرخي التاريخ العلم العالمي مثل أديوميلي الفرنسي وجورج سارتون الأمريكي، يقول: لقد انبنت الحضارة الغربية على تأسيسات المختبر التي قدمتها لهم الحضارة الإسلامية. فنحن إذا قدنا العالم وقدمنا له الشيء الكثير عندما كانت فاعليتنا في أقصى وتائرها. فلما انطفأت هذه الفاعلية وصلنا إلى ما نحن عليه. فنحن في الحقيقة أمام هذا المثلث الذي أريد لنا فيه أن نكون سادة العالم. ولماذا؟ يعني ما هو الهدف من هذا المثلث الحضاري؟ هو تهيئة العالم لعبادة الله جل جلاله. يقول القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يعبدون. ولكن هذه العبادة التي أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من البشرية ومن تفعيل الفقه الحضاري في جعل
الكرة الأرضية صالحة لعبادة الله، ليست عبادة طقوسية أو شعائرية، وإنما هي عبادة حضارية، حيث يصير كل فعل، كل ممارسة، كل إنجاز يمارسه الإنسان عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ما من صغيرة ولا كبيرة يمارسها الإنسان في هذا العالم لبناء هذا العالم وفق قدراته الخاصة إلا محسوبة عند الله سبحانه وتعالى كعبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله. انظروا إلى مقدمات تصانيف آبائنا وأجدادنا، مئات وآلاف التصانيف. لا أقول لكم اقرأوا هذه الكتب، لأن الكتب بعضها يتجاوز 30 مجلد وبعضها يتجاوز 25 مجلد، وإنما أقول اقرأوا مقدماتها، ستجدونها من تلك الكتب التي تتعالج مع النص القرآني في علوم التفسير، إلى طوق الحمامة في الإلف والألاف الذي يكتبه ابن حزم الظاهري في الأندلس، متحدث عن العشق الحلال، مرورا بكل صيغ ومعطيات العلوم الإسلامية والإنسانية والصرفة والتطبيقية. كل مقدمات هذه الكتب على الإطلاق تجدون فيها أنها نذرت لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا الجهد الهائل الذي يبلغ 30 مجلد وال40 مجلد، والذي أفنى فيه هؤلاء المؤلفون أعمارهم يبتغون به في مقدمات وجه الله. فإذا على الإنسان أن يبذل جهده من أجل تفعيل هذا المثلث الحضاري في أن يقدم كل ما يستطيع بصيغة عبادة لله تعالى بالمفهوم. احنا ما عندنا يوم في الأسبوع على الطريقة اليهودية أو المسيحية نتخفف فيه من آثامنا، و6 أيام أخرى نفعل ما نشاء، نقتل، نسرق، نزني، كذا، ثم يجيء اليوم السابع فنذهب إلى الكنيسة أو المعبد لكي نتطهر من آثامنا. هذا لا يجوز، هذا ما موجود عندنا فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض على إطلاقها مسجدا وطهورا لكي نؤدي فيها عباداتنا، ليس بالمفهوم الطقوسي الشعائري، إنما بالمفهوم الحضاري، مفهوم كل واحد من عندنا يبذل أقصى ما يستطيع من جهد في سبيل بناء الحضارة التي يراد لها أن تكون قيادة هذه البشرية بأيديها. والقرآن الكريم يقول بصراحة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف تكون هذه الأمة الوسط قائدة للبشرية إن لم تفعل هذه الثلاثية التي رب العالمين؟ نحن عالم قد سخر لنا، نحن الذين استخلفنا عليه لكي نبنيه ونعمره وننميه. هذا لا يجوز، بدليل أنه احنا في لحظات انكسارنا الحضاري تركنا الالتزام بأضلاع هذا المثلث المحكم، وانسحنا إلى النوع من اللاؤبالية والكسل، وقادنا الأمر إلى ما نحن فيه. أيها الإخوة، كنت قد تحدثت أيضا في المحاضرة السابقة عن أن رب العالمين هيأ العالم هذا لاستقبال الإنسان المكرم عند الله في 4 أيام. يعني استغرق عملية بناء العالم لاستقبال الإنسان 4 أيام، بالوقت الذي استغرقت قضية بناء الكون والسماوات 2 فقط، 2 كونيين. طبعا ليست من أيام الأرضية ذات 12 شهرا، وإنما من الأيام الكونية التي يبلغ أحدها إن 1000 سنة عند الله إن يوما عند ربك 1000 سنة ما تعدون، أو تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي 18,250,000 يوم أرضي. فبالتالي احنا أمام مقاييس كونية بنيت فيها هذه الكرة الأرضية لاستقبال الإنسان وفق المواصفات المطلوبة التي يجيء العلم الحديث لكي يؤكد دقة هذه المواصفات. والآن انقلب العلم الحديث، انقلب انقلاب شامل إلى الربع الأول من القرن الماضي. كان الإلحاد يهيمن على عقول علماء الكوزمولوجيا، علماء فيزياء الكونية. كل نظرياتهم تنطلق من مفهوم هذا الكون بني بالصدفة، بني بعيدا عن إرادة فوقية شاملة مريدة هي الله جل جلاله. ثم ما لبثت سبحان الله رب العالمين ليهيئ الأمور مصداقا الآية الكريمة التي تقول: سنريهم آياتنا في الآفاق، مستقبلية، سنريهم للمستقبل آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني في الكون وفي التكوين البشري،
حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بهذا المنطوق. وكذلك الآية القرآنية التي تقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. عندما جاء التأويل واكتشف علماء الفيزياء والكوزمولوجي دقة بناء هذا العالم وبناء الكون بشكل مدهش لا يمكن أن تخترقه الصدفة بأي شكل من الأشكال، حين ذاك تحولت خط معطيات هؤلاء الكوزمولوجيين إلى خط الإيمان. التحم مرة ثانية العلم بالدين، العلم الفيزيائي بالدين القادم من عند الله جل جلاله، وقالوا بأن هذا الكون لا يمكن إلا أن يكون مبنيا بإرادة فوقية مريدة عاقلة مدبرة هي الله جل جلاله. ما بس انتقلوا إلى هذا العالم مبني من قبل الله، وإنما من قبل الله الواحد جل جلاله. إذا قرأتم كتاب الله يتجلى في عصر السماء ستجدون ما يقرب من 33 عالم فيزياء وعلوم حياة وجيولوجي وبيولوجي وعلم أجنة وزراعة وإلى آخره. ستجدونهم جميعا لا يؤكدون في نتائج جهودهم المختبرية على أن هذا الكون وهذا العالم بني بإرادة الله، وإنها بإرادة الله الواحد. يعني انتقلوا مرحلتين، الإرادة الإلهية والتوحيد المطلق لله الذي بنى هذا العالم. شيء مدهش والله. تتحول فيزياء الكون من حالة الإلحاد إلى حالة الإيمان تنفيذا لوعد الله سبحانه وتعالى الذي بدأت فيه قبل قليل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبينوا أنه الحق. العالم بني الحد الوسط، ليس بالسهل بأكثر ما يجب. يعني الآن نجد مشاكل كثيرة تعاني منها الكرة الأرضية، ونستغرب نقول إذا رب العالمين أراد بناء هذا العالم بشكل محكم ليش تخترق مشاكل؟ المشاكل ليست من الله سبحانه وتعالى، إنما هي بإرادة فوقية. أراد رب أن يجعل العالم في حالة وسط تمكن الإنسان تستجيش قدراته على الفعالية الحضارية. هي مسألة تحدث عنها المؤرخ البريطاني المعروف أرنولد توينبي في كتابه ستدي إن هيستوري، دراسة للتاريخ، ل 12 مجلد. تحدث عن قضية التحدي الوسط. يقول ليست الكرة الأرضية مبنية بطريقة سهلة جدا تجعل الإنسان يميل إلى التكاسل والقعود ويعتمد على ما يأتيه من فوق، وإنما بنيت في حد، وليست صعبة بشكل يعجز عن تحقيق الفعل الحضاري. بنيت بحالة وسط ما بين السهولة والصعوبة. وبالتالي نجد في القرآن الكريم آيات عديدة تؤكد هذا الذي ذهب إليه أرنولد توينبي في كتابه دراسة للتاريخ: إن كل شيء خلقناه بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحان الله. جاءت معطيات توينبي اللي سهر على تأليف كتابه هذا ما يقرب من 20 سنة، وأنجزه في بداية أربعينات القرن الماضي، لكي تتطابق تماما مع المعطيات القرآنية التي وضعت هذا العالم في حالة وسط بين السهولة الزائدة وبين الصعوبة البالغة. وبالتالي وضعت الإنسان في حالة تحدي يستطيع الاستجابة لهذا التحدي فيبني كل حضارات البشرية بنيت بوجود هذه الحالة الوسطى من التحديات المناسبة، كما يقول توينبي، المناسبة للطاقة البشرية على أن تنجز الفعل الحضاري. في الربع الثاني من القرن الماضي بدأت كما قلت انحراف المعطيات الكوزمولوجية في الفيزياء الكونية من خط الإلحاد إلى خط الإيمان. ظهر عندنا عمالقة في الفيزياء الكونية من أمثال هايزنبرغ وبور وأينشتاين وغيرهم من كبار العلماء، كلهم أكدوا على أن هذا الكون وهذا العالم لم يبنى بالصدفة، ولا يمكن أن يكون للصدفة مجال فيها على الإطلاق. ومن خلال معطيات هؤلاء العلماء تحولت الفيزياء الكونية إلى فيزياء إيمانية، والتحم العلم بالإيمان مرة أخرى. تحضرني ها هنا أيها الإخوة محاولة قام بها بروفيسور بريطاني يدعى مستر بروفيسور هويل بمعية بروفيسور هندي آخر، كلاهما كانا يعملان في جامعة كارديف البريطانية في جنوب غرب بريطانيا، حول إمكان تخليق الحياة بالصدفة بفعل الإنسان وليس بفعل قوة قاهرة فوقية.
في كتاب اسمه The Evolution from Space، التخلق من الفضاء أو من الفراغ، واشتغلوا على الوحل الأولى اللي يسموها بريمافال سوب، يعني الطين اللازب، لعل وعسى بمقدور الإنسان أن يخلق الحياة من الطين اللازب بعيدا عن الإرادة الفوقية. ودخلوا بعقلية إلحادية. قال الرجل بروفيسور هويل في مقدمة كتابه هذا Evolution from Space، يقول دخلنا بعقل إلحادي صرف، لا نؤمن بالله ولا احنا دخلنا لكي نؤكد إمكانية صناعة الحياة بأيدينا. اشتغلوا 20 سنة في تأليف هذا الكتاب، وأخيرا وصلوا. هم قالوا في البداية أنه ممكن تخليق الحياة بنسبة 1 وقدامه 10 أصفار، فلما جهدوا على مدى 20 سنة تبين أنه ما 10 أصفار، إنما 10 أصفار وأمامها 40 صفر. قالوا إذا المسألة رياضيا وفيزيائيا مستحيلة 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 تخليق الحياة بالصدفة بدون إرادة فوقية عاقلة. وختموا كتابهم وهم دخلوا في تأليف هذا الكتاب بعقل إلحادي بفصل أسموه قد الله. إذا هؤلاء في الجهة الأخرى الاتحاد السوفيتي أمم كل علماء الفيزياء والجيولوجي والبيولوجي وإلى آخره من مختلف طبقات العلوم المختلفة، أمموهم لكي يؤكدوا إمكان تصنيع الحياة بعيدا عن وفق رؤيتهم في المادية الديالكتيكية التي تقول بأن الكون نشأ بدون إرادة فوقية، وأن المتغيرات الكمية تتغير ذاتيا إلى متغيرات نوعية، وتنبني الحضارات على هذا الأساس. هذه نظرية باختصار نظرية المادية الديالكتيكية الموازية لنظرية المادية التاريخية. ذيك تتحرك عن حركة المجتمعات، هذه تتحدث عن قضية بناء الكون والعالم برؤية مادية صرفة. اشتغلوا 50 سنة علماء الاتحاد السوفيتي من عشرينات القرن الماضي وحتى تقريبا سبعينياته، ثم أعلنوا عجزهم عن تخليق الحياة بعيدا عن الإرادة الفوقية. فإذا عاد العلم مرة أخرى لكي يلتحم بالدين، وبني هذا العالم المحكم الذي وضع كل شيء فيه بمقدار بإرادة رب العالمين لكي يستقبل الإنسان، وليس الإنسان على إطلاقه، لكي يستقبل هذه الأمة بالذات. احنا أمة، وكذلك جعلناكم أمة. احنا أراد رب العالمين أن نكون نحن الأمة التي تمسك بأعنية التاريخ، الحركة التاريخية، وتقودها إلى ما يريده الله، لا ما يريده شياطين الإنس والجن في هذا العالم. بس للأسف الشديد يعني تعرفون أن اللي يمسك رقبة العالم ليس الأكثر إيمانا، وإنما الأكثر شطارة وعلما. وقد أصبح الغربيون أكثر شطارة منا وأكثر علما منا، فأمسكوا برقبة العالم ووضعوا أقدامنا رؤوسنا تحت أقدامهم. لو أننا انتبهنا إلى هذا الخطاب القرآني، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، احنا مسؤولين بشهادتنا أمام الله وأمام التاريخ البشري على حركة التاريخ البشري وحركة المجتمعات، لكان الحال غير الحال. أيها الإخوة الأحبة، أيضا هنالك نقد رائع للمفكر البريطاني ألكسندر جراي حول نظرية المادية الديالكتيكية التي تقول بأن الكون خلق صدفة وبتحول المتغيرات النوعية الكمية إلى متغيرات نوعية. يقول لو جئنا بجذع شجرة ووضعناه في الغابة بعد مداخلة النجارين والمهندسين وكذا آخرين 1000 سنة و10,000 و100,000 سنة لكي يتحول هذا الجذع إلى منضدة ذات سطح أملس ومجرات وشيء جاهز للكتابة، يقول والله لنصل إلى هذه النتيجة. لا بد من إضافة اليد البشرية لتحويل هذا الجذع إلى منضدة صالحة للكتابة ذات سطح أملس. فيسخر من نظرية الديالكتية هذه بهذا المثل البسيط. فكيف بالنسبة لبناء الإنسان، بناء العالم بهذا الشكل المحكم الذي قلت في لقاء مضى كيف أنه وضع في حالة متوازنة. الجاذبية لو كانت أثقل كثيرا لتعطلت الحياة وتعطلت الحركة الحضارية فيها بسبب بطء حركة الإنسان، بسبب شد الجاذبية التي تتجاوز حدها المعقول. ولو كانت أخف قليلا الجاذبية لطار الإنسان في الفضاء ولم يستطع أن يمشي على الأرض ويواصل فعله الحضاري.
الشمس، هذا الفرن الذري الرائع الذي اشتغل ملايين السنين لتبخير الماء ولإعطائنا الضوء ولتمثيل الكلوروفيل مع الخضرة، لا يمكن أن ينفد إلى أن يأتي يوم الحساب، وحين ذاك يكون الحال غير تغيرات كوزمولوجية ستكون رهيبة لا علاقة لها بوضعنا الراهن. فإحنا إذا أمام عالم بني بشكل محكم بكل المقاييس وكل المعايير. ميل محور الكرة الأرضية، هذا الميل الذي يحول الحياة معظم الأقاليم إلى 4 فصول متغايرة في نكهتها، في أجوائها، في بردها وفي حرها وفي ليلها وفي نهارها. كل ما بني في هذا العالم، الإمطار الذي تحدثت عنه في لقاء مضى، 8 حالات ينبني بعضها على بعض تغيب فيها الصدفة مطلقا عن أن تمارس عملها وتتحرك إرادة الله لكي تتحول هذه الحالات ال8 من حالة إلى حالة إلى حالة لإيصال القطرة العذبة إلى أفواه الزرع والإنسان والزرع والضرع. فإحنا إذا أمام بناء عالم قد سخر لنا هذا التسخير المحكم، لكن لم نحسن توظيفه بالشكل المطلوب، فضعنا وضاع معنا العالم، لأن قيادته تحولت إلى أيدي الكفرة الفجرة الذين نعرف الآن ماذا يفعلون في ديارهم من مصائب وويلات، وكيف استعبدوا الشعوب المستضعفة وساموها سوء العذاب، سواء في مرحلتي الاستعمار القديم أو الإمبريالية الحديثة. في الحالتين ساموا الشعوب المستضعفة سوء العذاب، وتستحق هذه الشعوب المستضعفة لأنها لم تنهض، لم تشد حزمة وتجابه هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون. لقد وضعت بين أيدينا أيها الإخوة ما يقرب من ثلث خامات الأرض، ثلث خامات العالم وضعت بين أيدي الأمة الإسلامية، وعلى رأس النفط إضافة للحديد والنحاس وإلى آخره. لكن لم نحسن، يعني كان ممكن بأظافرنا أن ننقب قليلا في الأرض فنستخرج النفط، إنما انتظرنا عشرات السنين. عندما جاء الغربيون سلمناهم مفاتيح استخراج النفط فسامون به سوء العذاب، أخذوا يشترونه بثمن بخس ويبيعون إياه بثمن غال ويأخذون نسبة كبيرة من أرباح هذه المادة الآن. ليس النفط فقط، وإنما في سورة الحديد أيها الإخوة سورة بكاملها باسم سورة الحديد. ودائما نقول أن تسميات السور القرآنية تعطينا دلالات معينة. الحديد تعني القوة، والشورى تعني الحرية، والقلم يعني المعرفة. بما تفوق علينا الغربيون اليوم؟ أليس بالقوة والحرية والمعرفة؟ لو أننا أحسننا الإنصات إلى أسماء الآيات السور القرآنية هذه لامتلكنا زمام العالم بالقوة والمعرفة والحرية، ولكننا ضيعنا الحرية وضيعنا القوة وضيعنا المعرفة. وبالتالي احنا أمام سورة الحديد التي تنتهي في أواخرها بهذه الآية: وأنزلنا الحديد. ورب العالمين يقول أنزلنا حديد، يعني ما يقصد الحديد فقط، يقصد كل خامات الأرض بالانسياح إلى فيه بأس شديد للتصنيع العسكري والتحقق بالقوة، ومنافع للناس للتصنيع السلمي للثلاجة والسيارة ومكان الخياطة وإلى آخره. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، أي أن قوة الله سبحانه وتعالى وعزته اللتين تتنزلان على البشرية بالنسبة المطلوبة للإنسان اللي يقدر يتعامل مع هذا الجانب المحدود من القوة والعزة لن تتحقق إلا باستخراج الحديد وتوظيفه في الحرب والسلم معا. ولكن أيدينا ارتخت عن هذه النعمة التي منح الله إياها، وأخذ الآخرون يسابقون الزمن في التصنيع العسكري فيتفوقون علينا. أصبح الآن الفارق هائل جدا بيننا وبينهم في منطوق القوة، ومع هذا الطريق لا زال مفتوحا، لأن ممكن أن ندخل عليهم ليس الآن بمنطوق القوة ولا يضحكون علينا والله إذا حاولنا أن نصطدم بهم بمنطوق القوة، إنما بمنطوق الحوار الحضاري، بمنطوق إيصال الخطاب الذي بنى حضارة إسلامية وبنى رؤيتنا للحياة إلى هؤلاء التائهين الضالين الذين يزدادون ضلالا يوم بعد يوم، وهم في أمس الحاجة إلى حل يأتيهم من الطرف الآخر من الأمة الإسلامية. هم كبار المؤرخين، كبار المفكرين، كبار المستشرقين يقولون هذا. سيغريد هونكا الألمانية، فاغليري الإيطالية، جيب الإنجليزي،
روملاندو الإنجليزي إلى آخره، وصولا إلى روجر غارودي أو الذي أعلن إسلامه بعد ذلك باسم رجاء غارودي. كل هؤلاء أكدوا على أن مشكلة العالم التي يعاني يختنق منها الآن على مستوى المناخ، على مستوى الحراري، على المستوى البشري، على المستوى الأخلاقي، تعاني من مشكلة كونية، ولا بد للجواب أن يكون كونيا، والإسلام هو هذا الجواب. هكذا يقول، ليس نحن لا نقول هذا، إن أولئك كبار علماء مفكري ومستشرقي الغرب يقولون هذا، إن العالم يعاني من أزمة كونية ولا بد أن يكون الجواب كونيا، والإسلام هو هذا الجواب. أيها الإخوة الأحبة، الحديث عن هذا الموضوع يطول وقد كتب فيه الكثير، إنما قصة ذي القرنين نقرأها كقصة في كتاب الله، كقصة والحال أنه تعاليم، هي ليست قصة وإنما تعاليم إلهية تنزل بشكل قصص من أجل أن تؤثر في الآخرين، فتنبني على تقنيات الفن القصة القصيرة أو الطويلة، إنما هي تعاليم. ذو القرنين عندما ساح في هذا القائد الإيماني المعروف، والقرآن يجرد الوقائع التاريخية من بعدها الزمني وبعدها المكاني وبعدها الشخصي أيضا، حتى يدخل مباشرة يصل إلى المغزى المطلوب، يجردها أبدا، ما يقول من هو ذو القرنين، من أي بيئة، القرآن لا يذكر هذا، ولا يذكر في أي منطقة، من أي منطقة انطلق، ولا إلى آخره. هذه يجرد القرآن، يكسر حواجز البعد التاريخي، ينزل مباشرة على المغزى، والمغزى هو هذا، يوصل إلى منطقة كان المستضعفون فيها يتلقون الضربات من يأجوج ومأجوج. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ما قال لهم تعالوا نصلي ونصوم ونعتكف في المساجد وندعو الله لعل الله ينصركم عليه. قال فأعينوني بقوة، اليد العاملة القوية، وبعدئذ أجعل بينكم وبين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساووا بين الصفين قال فخذ النار، حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة النحاس السائل، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. إذن الرجل يعطينا دلال هذه القصة المسمات القصة القرآنية، لا تقدم لنا لتسليتنا أو لا تقدم لنا لكي نكون فاعلين في الأرض ونفعل ما فعله ذو القرنين، نشغل يد العاملة القوية بأقصى ما نستطيع، ونشغل مع اليد العاملة كل خامات الأرض، الحديد والنحاس السائل والنار، من أجل أن نبني السدود التي تمنع القوى الاستكبار العالمي من أن تضع أقدامها على رؤوسنا. هذه التعاليم الأساسية. القرآن الكريم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة على إطلاقها، ومن رباط الخيل لذلك العصر وللعصور التالية ربما، إنما يبدأ بالقوة المطلقة، وأعدوا لهم ما استطعتم. هل احنا حاولنا أن نلاحق الغربيين يوم بدأ الغربيون يتحولون من المسدس ذو السبطانة الطويلة إلى الرشاش، إلى البنزر الدبابة الصاعقة، إلى الصواريخ، بل بدأنا نسير بخطوات نستجدي منهم السلاح، بدلا من أن نصنعه بأيدينا كما تريد هذه الآيات منا، أصبحنا نستجدي منهم هذا الذي يتبرعون به علينا، يعطون السكرابات وبأثمان غالية جدا، يستزفون ماليا ويضحكون علينا بمجموعة من السكرابات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا لا يجوز. نحن كان علينا أن نبدأ معهم، يصنعون المسدس ذو السبطانة القصيرة نلحقهم في هذا، يصنعون البنزر نلحقهم في هذا، يصنعون الطائرة نلحقهم في هذا. والقرآن الكريم يحدثنا عن الطائر الذي يطير بجناحيه ما يمسكون إلا الله، يعني الطيور التي يمسك، كأنه يذكرنا بأن هنالك قوة تجعل هذه الطيور تمسكها من السقوط. وكذلك في قضية المراكب التي تجري في البحر، أرخميدس، ليش تركنا الأمر لأرخميدس؟ احنا كان المفروض أن نكتشف قضية طفو الأجسام فوق الماء بسبب القاعدة الفيزيائية المعروفة. المهم احنا أمامنا مجموعة من الآيات التي تريد أن تضعنا في قلب العالم إذا أحسننا التعامل مع هذه الآيات
وأصغينا إليها جيدا. والقرآن الكريم يفتح الطريق لكل الأمم والشعوب أن تملك ثقافة العالم إذا أحسنت اختيار الموقف المناسب. يقول جل جلاله: كلا نمد، كل البشرية، كل الجماعات، كل الشعوب، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الكل. فلما هم تمكنوا من الإصغاء إلى مطلوب التعامل مع خامات الأرض، أمسكوا بخناقنا وسامونا سوء العذاب. هذا باختصار ما يمكن أن يحكى، ولا الموضوع يطول كثيرا الحديث عن المثلث الحضاري هذا الذي لم يحسن التعامل معه، والذي قادنا عدم إحسان التعامل معه إلى ما نحن فيه الآن. يوم أن نغير تركيبنا الفيزيولوجي الجسدي والعقلي والإرادي والوجداني، وكل واحد من عندنا يتحول إلى عمل متواصل يمزج الليل بالنهار حتى تدس أنوفنا في التراب. كنت دائما أقول 50 سنة لطلابي: أيها الطلاب، عليكم أن تقرأوا وتقرأوا وتكتبوا 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 وتواصلوا العمل حتى تدس أنوفكم في التراب، حين ذاك يكون الحال غير الحال. فإحنا إذن أمام مثلث أتيح لهذه الأمة أن تتلقاه من رب العالمين، أن يجعلنا به الأمة الوسط التي تقود البشرية، لا أن تقودها البشرية، هي التي تقود البشرية. وبالتالي يحدث هذا الذي يحدث فيما نحن عليه الآن في اللحظات الراهنة. يوم أن نغير الحالة في الاتجاه الصحيح، حين ذاك نكون قد وضعنا خطواتنا على الطريق الصحيح وانطلقنا لكي نلاحق الغربيين خطوة بخطوة، وقد نتفوق عليهم ليس بمنطوق القوة، بمنطوق مشروعنا الحضاري الذي تتوازن فيه كافة الثنائيات وتلتقي فيه الدنيا بالآخرة، الغيب بالوجود، الله بالإنسان، الفناء بالخلود، الفرد بالجماعة، العدل بالحرية، وإلى آخره. عديت في يوم من الأيام 33 ثنائية تختصم وتتصارع في الأديان والمذاهب الأخرى، إلا في عقيدتنا الإسلامية تلتقي هذه 33 ثنائية في توافق وتصالح مدهش يقود البشرية لو أحسن التعامل معها والإصغاء إليها إلى الطريق السليم وإلى الخلاص. ولكننا أيضا وضعنا في آذاننا شمعا أحمر. تعرفون معنى الشمع الأحمر هذا الذي يوضع على الأبواب التي يراد لها أن لا تفتح إلا بأيدي البوليس والشرطة، وحين ذاك يكون الحال غير الحال. نحن وضعنا في آذاننا سدا شمعا أحمر، ولم ننصت لهذا الخطاب القرآني الذي يضعنا في موضعنا الحق في هذه الحياة الدنيا. وتعرفون أيها الإخوة، هي القرآن الكريم في ثنائيته هذه عندما يؤكد على بناء العالم لا يجعل هذا نهاية المطاف. نهاية المطاف هي هناك في الآخرة. هذا الفرق بيننا وبينهم. احنا دائما ننظر إلى فوق، ننظر إلى الآخرة، ونعتبر الحياة الدنيا رحلة عابرة موقوتة، كإنسان يقف تحت ظل شجرة كما يقول عليه الصلاة والسلام ثم يغادره ويرحل ويدس أنفه في التراب. يعني احنا تمام نبني الحياة، وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ونأكد على بناء الحياة. لكن القرآن والإسلام لا يقف عند هذه المرحلة، وإنما دائما يمدها إلى الأفق الأبعد والأعلى والأكثر دواما، وهو اليوم الآخر. فهنالك توافق ما بين بناء الحياة الدنيا وبين التفكير في الآخرة. والتفكير في الآخرة هو الذي يقول الجماعات أن تحكم بما أنزل الله، وأن تمارس العدل مع الجماعات والشعوب الأخرى. ونحن أكثر أمة في العالم على كل مصائبنا السياسية في دائرتنا السياسية عدلا مع الآخرين. وبالوقت الذي أغرت منطوق القوة أغرى القوى الأخرى في أن تقوم باستعباد الآخرين وتسليط قوتها لسحق الآخر بمعنى الكلمة. يعني احنا دائما نذكر كيف أنه مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم ما جاءته مجموعة من لفائف العهد القديم بعد جهود كبيرة في فتح خيبر، سلمت إليه، إذا به يعيد شدها ويعيدها إلى حاخامة اليهود في نفس خيبر. فالباحث المصري المعروف كتب رسالة ماجستير عن تاريخ العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام، يقول: والله لا زلنا نشير بإصبع الامتنان إلى محمد بن عبد الله كيف أنه عاد إلى حاخامتنا هذا التراث الديني لنا دون أن يمسه بأذى. إنما في الساحة الغربية عندما انتصر الغربيون على آخر معاقلنا في غرناطة، أصدر الكاردينال خمنيث
الذي تسميه مصادرنا الأندلسية المتأخرة بالكاردينال الخبيث، خمنيث الخبيث، لأن خبيث بمعنى الكلمة كان. أصدر أمره بإحراق كل تراثنا جمع في ميادين عند أبواب غرناطة وأحرقت فيه النار، والمسيحيون هناك يصفقون باعتبار أن هذا عملا من أعمال الإيمان. كيف إبادة تراث البشرية؟ كان يخدم الأندلسيين أنفسهم. الأندلسيين لو الإسبان أنفسهم لو أنهم أحسنوا الاستفادة من هذا التراث العظيم الذي بلغ حد التكنولوجيا. يعني ابن نافع قدم كتاب العلم النافع في صناعة المدافع، رمي المدافع بالبارود. أول ما ابتكر قبل ما يجي الفرنسيون والبريطانيون يطورون هذا كان فعلوا الأفاعيل. كانوا قد سبقوا بريطانيا وفرنسا في بداية النهضة الصناعية، ولكن أحرق هذا التراث عند غرناطة في عمل يسميه المسيحيون من أعمال الإيمان، وهذا لا يجوز. فشوف الفارق بين الطرفين. عندما نحن دخلنا المدينة، عندما الرسول أقام دولته في المدينة دخلها حمى أهله، لم يقتل مدنيا واحدا ولم يستأصل عرقا واحدا هناك، احتوى الجميع وأصدر دستور المعروف الذي أعطى الحرية للجميع الدينية والمدنية معا للجميع. وهم عندما يسيطرون على ديارنا يفتكون بكل مقدساتنا فتكا لا يرحم. الفرق كبير بين يعني ليس في التاريخ القديم، في التاريخ القديم والمعاصر كذلك. يعني هم الذين أبادوا 120 مليون هندي. الأنجلو ساكسون والفرنجة عندما رحلوا من أوروبا إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أبادوا 120، الإحصائية الدقيقة 120 مليون هندي أحمر بالتسميم بالبطانيات، يعطون بطانيات مسممة يتغطون بها يموتون، أو بالقتل بالرصاص. وإحنا كنا أطفال نشوف أفلام الكاوبوي حيث يقتل الأمريكي، هؤلاء كنا نصفق كيف ينتصر الأمريكي على هؤلاء عقلية أطفال يعني. والحال أنه القضية كانت مأساة كبيرة، إبادة شعب هندي بكامله أحمر. وشفنا ما فعلوه في أفغانستان في اللحظات الراهنة قبل حوالي 20 سنة. يعني المغارات التي لجأ إليها المجاهدون الأفغان كان يقفلوها من الطرفين ويفجرون فيها القنابل الذرية التكتيكية فيبيدونهم عن آخرهم. قتل على الجبهة، عدنا في العراق وإلى آخره، قتل متواصل لا يرحم. ونحن أبو بكر الصديق يقول لا تقتلوا طفلا ولا امرأة وستمرون بأقوام بعباد يتنسقون في الصوامع فلا تؤذوهم ولا تقطعوا شجرة ولا تعقروا نخلا. هذا فرق كبير بين تعاملنا مع الآخر وبين تعامل الآخر معنا. أريد لنا أن نكون الأمة الوسط التي تقود البشرية لكي تحقق هذا العدل في العالم، لكي لا تقتل الآخر، لكي لا تسحق الآخر، لكي لا تغتال الآخر. ولكن الذي حدث أنه أعطيناهم المجال فسامونا سوء العذاب وذبحونا وأوصلونا إلى ما نحن عليه الآن. اليوم ننتقل، والموضوع هذا يطول الحديث عنه، ننتقل إلى الخطأ الرابع في سلسلة محاضراتنا الستة التي ستتواصل إلى تنتهي بالمحاضرة السادسة حول قضية السلوك، آداب السلوك. والله في يوم ما كنا قد فتحنا نصف العالم، نصف أفريقيا ونصف الشرق الأقصى، بآداب السلوك، بسلوكنا الوضيء النظيف الذي يحتضن الآخر ويحوله إلى أخ له. وبالتالي اللي حدث أنه أصبحت نصف أفريقيا أنشأت إمبراطوريات إسلامية هناك في أفريقيا وفي شرق الأقصى، في ماليزيا وفي فلبين. في الفلبين كان معلمون في الابتدائية يدرسون ماجلان الذي اكتشف كروية الأرض. يا إخوانا، يكور الليل على النهار، القرآن واضح جدا في تأكيده على كروية الأرض. نحتاج إلى أن نستدعي ماجلان الصليبي القذر الذي اكتشفه بعدين جماعة الفلبين وذبحوه. احنا كنا ندرس في الابتدائية أن ماجلان رحال عظيم اجتاز الغرب إلى الشرق وأكد على كروية الأرض، فما كان وذهب هناك مبشرا ومنصرا وليس مكتشفا بالدرجة الأولى.
فلما عرف الفلبيون هدفه الحقيقي ما كان منه إلا أن يقتلوه، وترجع سفن المتبقية هزيلة إلى إسبانيا مرة أخرى. فإحنا إذن أمام سلوك عادل وضيء. لم نفرق بين الأسود والأبيض عندما فتحنا أفريقيا، اعتبرناهم إخوتنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، تزوجنا منهم وزوجناهم واعتبرناهم إخوة بمعنى الكلمة. عندما جاء الغربيون فاستعمروا أفريقيا واستعمروا شرق آسيا، لا تغير الحال تمام. جاءوا بالمسيحية ونشروها بينهم، إلا أن مسيحيي أفريقيا كانوا يشتكون دائما، يقولون لا أنكم أعطيتنا السماء وأخذتم من الأرض. أعطيتمونا السماء لأن كل خامات أفريقيا ولا تزال تصب في جيوب الغربيين، ويظل الأفارقة مستعبدون يعانون من الفقر والحرمان. وأنا حنشوف الآن في الصومال وغير الصومال الوضعية في أقصى درجات السوء من الجوع والمسغبة التي يعانون منها بسبب من استنزاف الاستعمار لهم ومن التفرقة القائمة ما بين الأبيض والأسود. احنا لا، في آداب السلوك فعلنا الأفاعيل، والله استطعنا أن نكسب شعوبا بكاملها من خلال تعاملنا السمح وقبولنا للآخر وانتماء إلنا، زواجنا منهم زواجهم منا، وبالتالي أصبحنا إخوة في الدين، لا فرق بين أبيض وأسود ولا أحمر ولا أصفر إلا بالعمل الصالح. حتى في الغرب كانت آداب السلوك عندنا عالية إلى قبل تقريبا 20 سنة، وكسبنا الكثير من الغربيين. يوما ما أحد رياضيي بريطانيا أعلن إسلامه في قلب الساحة، وكان موقف جدا مؤثر، وكبار المؤرخين، كبار المفكرين، كبار الإعلاميين أعلنوا إسلامهم، وبدأ الإسلام ينتشر، وأصبحت أوروبا تخشى من انتشار الإسلام، لأن ديموغرافيا بدأت تهتز. ما يقرب من 4 ملايين مغاربي يسكن في فرنسا. يقال أنه سنة 2050 سيكون هناك 50-50، 50% مغاربة 50% فرنسيين. وأصبحت فرنسا تنشر ملصقات على الجدران تقول أيها الفرنسيون يريدوا أطفالا، أيها الفرنسيون يريدوا أطفالا. الفرنسيين يكتفون بطفل واحد أو طفل وطفلة ويكتفون فقط، بين المغاربة يخلفون 10 و12 ولد، وبالتالي بدأت الديموغرافيا تتغير لصالح المسلمين. فأصبح الغربيون يخافون من هذا الانتشار الإسلامي، ناهيكم عن انتشار عدد كبير من العقليات الكبيرة إلى هذا الدين. فبدأت المؤامرات التي أنا ضد فكرة التفسير التآمري، لكن أقول دائما يجب أن نمسك العصا من أوسطها. هنالك تفسير تآمري للتاريخ، وهنالك تفسير مكشوف أيضا للتاريخ. هم يتآمرون، والله يتآمرون على رب العالمين يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. رب العالمين يقولها، فإحنا ليش ما نلغي فكرة التفسير التآمري للتاريخ إذا رب العالمين يقول إنهم بالتالي علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة، وكيف أنهم بهذه الصيغة أخذوا يتآمرون على انتشار الإسلام، وأخذت تتشكل عندهم الجمعيات، خاصة في العقد الأخير من الزمن هذا، الجمعيات اليمينية يسموها، اليمين الفرنسي أو اليمين البريطاني أو اليمين الألماني، يدعون إلى طرد المسلمين من الساحة الأوروبية، يدعون إلى عدم قبول اللاجئين منهم، يدعون إلى بالرسوم الكاريكاتيرية إلى الهزء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأيضا يلاحقون ظاهرة الحجاب الإسلامي من أقصى أوروبا إلى أقصاها، ويضيقون الخناق على المسلمين. السبب أنه نحن بانعكاس أسلوبنا هناك، بتشددنا الدائم، نفرناهم من هذا الدين. وقد وقف محمد الغزالي الداعي الإسلامي المعروف رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الإسلام خارج أرضه، وقف وقفة رائعة بطريقة هو يرسم كاريكاتير، رسام كاريكاتير حقيقة رائع جدا، رسام كاريكاتير من طراز أول في لغته الرائعة، وفي في سخريته من الأخطاء التي يعاني منها المسلمون. نشر كل مخازي الدعاة الإسلاميين المتشددين هناك، والتي نفرت الغربيين منهم ودعتهم إلى اتخاذ هذا الموقف بالوقت الذي كانوا إلى قبل 20 سنة يعشقون الانتماء إلى هذا الدين. احنا كلنا نذكر فيلم الرسالة،
اللي عرض على الشاشة التلفازية 20 مرة إلا 40 مرة، ما والله يمكن 50 مرة عرض. كل سنة يعرض هذا فيلم الرسالة الذي أخرجه العقاد رحمه الله. وإن كان هناك بعض المآخذ على فيلم الرسالة حقيقة، بعض المآخذ، ولكن يبقى فيلم الرسالة من الأفلام التي أخرجت بشكل محكم. والله كان الفرنسيون في باريس والألمان في بون في برلين والإنجليز في لندن يقفون طوابير على شبابيك التذاكر لكي يحجزوا تذاكر لهم لمشاهدة هذا الفيلم. عندما شاهدوه أعجبوا بسلوكية رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخرين. أين ذهبت تلك الأيام؟ وانعكست الآية الآن للأسف الشديد بسبب من سوء ما صنعه الدعاة الإسلاميين هناك. ولكن سيجيء اليوم الذي ستنظف منهم الساحة، وسيظهر مجموعة من الدعاة الوسطيين الذين يرفعون إليهم الخطاب الإسلامي المعتدل الوضيء الحضاري من أجل أن يقودوهم إلى الطريق ومصير البشرية. كما يقول الكثير من النورسي يقول أن الإسلام سيرجع سينتفض مرة أخرى في أوروبا، ليس على أيدي المسلمين، على أيدي الأوروبيين أنفسهم. هذه رؤية النورسي، ما تعرفوا مدى مصداقيتها، مدى قبولها علميا، إنما تبقى هي مجرد أمل من الآمال أنه على يد شعب متمكن كما يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون شعوبنا عليه، شاد أعصابه ومفرمل جسده وعقله ووجدانه على الأداء والفاعلية كاليابانيين والألمان. حين ذاك قد يرجع الإسلام مرة أخرى لصياغة الحياة البشرية بعيدا عن الترهل الذي تعاني منه الشعوب الإسلامية، الكسل والتثاؤب والنوم المتواصل والخمول وإلى آخره من الصفات السيئة التي تدفع الإنسان إلى أن يقول أنا ما علي من الآخرين، أنسحب من الحياة. وهذا الانسحاب من الحياة قادنا إلى ما نحن عليه الآن. أيها الإخوة، الحديث عن السلوك يطول جدا. أذكر على سبيل المثال كيف أنه في رحلة من الإسكندرية إلى إيطاليا يتحدث أحد المسافرين يقول رأيت إيطاليا على حافة السفينة يطيل على البحر المتوسط وبيده عقب السيجارة، كمل شغل السيجارة مالته وبقى العقب بها. قال كان محتار وين يخلي هذا العقب بالوقت اللي أمامه البحر المتوسط اللي ممكن يأخذ آلاف الأعقاب ما وتضيع هناك. والله فلا كف إلا أن لقى سلة المهملات المعلقة على جدران حاجز السفينة العلوي فأطفأها هناك ووضعها هناك. أين نحن؟ مرة من المرات سيارة واقفة في موقف في لندن وجت سيارة أخرى صدمتها. ظل هذا اللي صدم السيارة واقف إلى جانب السيارة المصدومة بانتظار السائق أن يعود لكي يعوض عنه هذا، فلم يأتي. فما كان منه إلا يكتب رسالة يلصقها على الجانب يقول له يا أخي أنا انتظرتك طويلا لكي أرد لك حقك معي، فأنا ممكن تصل بي على الرقم الفلاني من أجل أن ألتقي بك لكي أعطيك. أين نحن من هذا الخلق الحقيقة؟ احنا يجب أن نتكلم ما لهم ما عليهم، أن عندهم لمسات إنسانية رائعة في تعاملهم مع بعضهم ومع الآخرين، وعندهم لمسات سيئة جدا. فاحنا علينا أن نبين هذا، نقارن هذا بما تصنعه. يعني احنا جيب السيارة هذا الأمامي مليان قشور الجرز يسحبوا السائق ويرميه في وسط الشارع، فتصبح مدننا كلها مباء للقاذورات. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قضية تنظيف الطريق، إماطة الأذى عن طريق إماطة الأذى عن طريق الناس. الرسول يوصينا بإماطة الأذى عن طريق الناس. أنت تسلم الباون لاستلام المبلغ المتبقي نتيجة أكلة معينة أو شراء معين، وإذا بالبائعة تسبقك وتقول لك ثانك يو. هنا هون موظفين في طول العراق وعرضه، عندما تستلم منهم المعاملة بعد ما أنجزوها بشق الأنفس وبعد أشهر طويلة من الحساب، والله أنت تقول لهم شكرا فلا يردونك، ينظرون إليك بغضب وازدراء. هذا إلى متى سننزع عن أنفسنا هذا القشر المملح القذر الذي دفع كل موظفينا إلى أن لا تخرج منه كلمة شكرا للطرف المقابل؟ هذا لا يجوز. آداب السلوك أيها الإخوة تفتح العالم وتقفل المغاليق أمام العالم. إحنا إذا اخترنا إقفال المغاليق سنظل في نكستنا هذه، وإذا فتحنا على الآخرين بسلوكنا الوضيء
الوسطي النظيف المتحضر، حين ذاك يكون الحال غير الحال. نقول أين السماحة مع الآخر؟ أين الكلمة الطيبة؟ وأين البشاشة مع الآخر؟ كما أراد لنا رسولنا أن نكون كلمة طيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. رب العالمين رسم لنا ملامح لحياتنا اليومية والجماعية، لكن لم نصغي إليها جيدا في تطبيقنا لهذه. أين الاتجاه على الآخر وتقبلنا إياه أخا لنا ما له ما لنا وعليه ما علينا؟ أين النظر إلى الجانب المليء من الكوب والأخذ بأيدي المأزومين وإفشاء السلام على من نعرف ومن لا نعرف وتشكيل العلاقات الوثيقة معهم؟ إن تأثيرات السلوك بما في ذلك من صدق وإخلاص ووفاء وتفاني ونبل وإثار وإتقان في العمل وصدق في المواعيد. أيها الإخوة، الغربيون بدأوا أيضا انتشر عندهم سرطان الكذب، وتخلوا عن التزاماتهم اللي كانت معروفة حتى النصف الأول من القرن الماضي. تخلوا عن هذا. كانت بضائعهم تجينا ميد إن إنجلاند، ميد إن يو اس اي، ميد إن جابان. والله تبلى ونكون قد عجزنا من لبسها، يعني تستغرق السنوات. أبي كان تاجرا في باب السراي، كانت تجينا بضائع من بغداد مستوردة من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا. والله تستخدم السنوات الطوال ولا تبلى. الآن تغيرت الحال، أخذت الشركات الكبرى تأخذ رشاوى من فضيحة لوكهيد للطيران إلى اللحظات الراهنة، تأخذ رشاوى وأخذت تدلس في العمل، وأصبحت البضائع مالتهم خلال أيام قلائل أو أشهر قلائل تبلى، حتى نضطر للشراء وجبة أخرى من البضائع. تغير الحال في أوروبا أيضا. هذا سرطان، من يبدأ على شكل نقاط لا تكاد ترى، ثم تتجمع روافده وتقود إلى اللي حدث. أن إحنا ما لم نسترجع أسلوبنا. والله أنا زرت عدد كبير من البلدان العربية والإسلامية والأوروبية، كنت أجد في جزراتها الوسطية الزهور الميانعة التي تزين مدنهم، تفتح النفس وأنت تنظر إليها بمسافات طوال دون أن تمتد إليها الصبي من صبيان لاقتلاعها. وإحنا صبياننا في الموصل بالذات سبحان الله كأن آباءهم قد أغفلوا عيونهم عن توجيه أبنائهم إلى ضرورة الاعتناء بهذه المسائل. والله لا تبقى شتلة في الجزرة الوسطية في مدينة الموصل يومين إلا واقتلعت من أيدي صبيان الموصل. أتذكر في ستينات القرن الماضي كيف أن مدير البلدية واحد من آل الحبيطي الله يرحمه رحمة واسعة ابتكر عناوين لأسماء الشوارع، شارع ذي النورين، شارع عمر الخطاب، شارع الفاروق، بلاستيكية يقطعها ضوء وتنير الطريق. والله في اليوم الثاني كنت ألحظ عجايا الموصل، أسميهم عجايا الموصل، وبيدهم الشطلات وهم يضربون هذه اللافتات، واحدة لم يبقوا لها أثرا في مدينة الموصل. هذا لا يجوز. أين الآباء؟ أين المعلمون؟ أين المربون لكي يفركوا آذان أبنائهم ويرغموهم إرغاما على أن يكون عندهم حس حضاري، تعامل سلوكي وضيء مع الآخرين. أتذكر سنة 50 أيها الإخوة، عندما كلفنا نحن طلاب كنا بالابتدائية كل واحد منا يزرع شجرة، وقد أتيح لي أن أزرع شجرة عند حافات عند رصيف المتحف الحضاري الذي سيقدر لي بعد 30-40 سنة أن أشتغل في هذا المتحف 10 سنوات عندما نقلت من جامعة الموصل إلى متحف الموصل. سيقدر لي في اليوم الثاني انتزعت هذه الشجرة، وكل الأشجار التي يزرعها الطلبة انتزع على أيدي صبيان الموصل، وبالتالي ترجع البلدية تغطي كل الجزيرات الوسطية بطبقة من السمنت البشع ولا يبقى للزهور أثرا. آداب السلوك أيها الإخوة من صبياننا إلى رجال الكبار لم يعد لنا ذوق نتعامل مع الأمور بطريقة مرهفة وحساسة وجمالية تقود هذه الأمة إلى الخروج من المستنقع الذي تعاني منه. الموضوع هذا يطول، وأريد أن أختم كلامي هذا أن الغربيين يحقدون علينا طبعا ليس فقط لسلوكنا لأن جملة أمور، بس الغريب أن المسيحية أوروبا المفروض يكونوا معنا، لأنه اليهود وهم يتحدثون عن مريم العذراء البتول في التوراة يتهمونها حاشاها بالزنا من يوسف النجار، ونحن القرآن الكريم يا مريم إن الله اصطفاك
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فرق كبير بين هذه الصورة الوضيئة القرآنية عن مريم البتول والصورة البشعة عن مريم التي يقدمها اليهود. ما كان على مسيحي أوروبا أن ينتبهوا إلى هذا وأن يضعوا أيديهم بأيدي المسلمين لمجابهة هذا العفن، هذا البلاء اليهودي الذي يريد أن يضع حاجزا سدا بين حقيقة. أحد أسباب انتكاسة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين هي الحركة الصهيونية التي تريد أن تقيم خندقا عميقا بين الحس المسيحي والحس الإسلامي قادهم إلى ما نحن عليه الآن. وبالتالي احنا علينا أن ننتبه إلى هذا وأن نعيد الاتصال مع مسيحي أوروبا وننبههم دائما إلى أن هنالك من يقف وراء هذه نسميها المؤامرة، سموها ما شئتم، بس هي أمر تاريخي واقع أنهم هم الذين يريدون أن يحفروا خندقا بين المسلمين وبين المسيحيين، بدليل أن المسيحيين لم يلتفتوا إلى هذه الصورة الوضيئة عن أم نبيهم عليه الصلاة والسلام والصورة الدنيئة القذرة التي قدمتها التوراة القديمة عن صورة هذه الامرأة الفاضلة. أكتفي بهذا القدر من الحديث لأن الوقت انتهى، وشكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل على هذه المحاضرة الثرية القيمة التي حقيقة استوعبت الموضوع وأشارت إلى الكثير من الملامح المهمة التي يجب أن نقف عندها. ولكن الآن دور المداخلات والأسئلة. أكو بعض الأسئلة وردتنا عبر الصفحة عبر البث المباشر للمحاضرة. تفضل الشيخ علي. السائل يقول: إلى أي مدى يمكن الموازنة بين فقه المصلحة وبين المبادئ والثوابت في الفكر الإسلامي المعاصر؟ وهل الواقعية مبرر للركون إلى الواقع؟ والله دائما كنت أقول لطلبتي على مدى 3-4 سنوات: لا تقولوا إما هذا أو ذاك، بل قولوا هذا أو ذاك، فكلاهما المصلحة والمبدأ يلتقيان في منظور هذا الدين ويتجانسان. والآن الفرقة المقاصدي لما أطراف المعادلة الصعبة هذه كما يبدو في ظاهرها بين المصلحة والمبدأ، وقادها إلى آفاق وضيئة حقيقة حل فيها كثير من الإشكاليات في فكرنا وعقيدتنا المعاصر. نعم. سائل يقول: ما هي السبل لخروج الأمة من هذا الواقع المرير؟ وكيف ننمي في نفوس الشباب والأهالي الإحساس والشعور بالمصلحة العامة المجتمعية، الذوق العام؟ وحقيقة نحن اليوم في تراجع مخيف ومرعب. والله قضية دور الآباء والمعلمين والوعاظ وخطباء الجمعة وكل الذين أتيح لهم أن يتحدثوا إلى الآخرين في الفضائيات، في التلفزيون، في المحاضرات العامة، في اللقاءات الفردية، في اللقاءات الجماعية، في التنظيمات الحزبية. عليهم أن يبذلوا أقصى درجات الجهد من أجل تعديل هذه الوقفة الجانحة، وإلا سنظل ننحدر حتى نصل إلى القرار، وهذه ما لم يؤذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، وأخص بالسلام المفكر الإسلامي أستاذنا الجليل الدكتور عماد الدين خليل. أستاذنا الغالي، نحن بحاجة إلى أن نتنور بهذه الأفكار التي تحملونها إن شاء الله. العنوان دائما يكون هو الأسباب التي تعصف بالأمة، لكن دائما يكون الخروج أصعب من الدخول. دائما نحن نحتاج من يحمل الفكر مثل حضراتكم إلى أن تنورونا بالأسباب أو السبل التي من الممكن أن تخرجنا من هذه الأزمات، خصوصا وأنكم قد زرتم بلدانا عدة وعاصرتم أجيالا عديدة ولكم من الخبرة ما لكم. واليوم نحن نمر بمنعطفات خطيرة لا تكاد تقتصر على الأب أو الواعظ أو الإعلام أو حتى المدرسة، بل نحتاج إلى مفكرين أمثالكم ينورون